في المصارعة العصابات بتكون عامل اساسي في المتعة، وساعات تأثيرها بيكون اكبر مما انت متخيل. اوقات تأثيرها بيكون ثوري في المجال فعلا. مين فينا ينسى الشيلد او ايفولوشن او الديجنريشن اكس؟ عصابات صنعت التاريخ بمعنى الكلمة وطلعت اجيال جديدة غيرت مسار المصارعة. بس كالعادة دي مش قاعدة ثابتة، زي ما في الجامد اكيد في القذر. عصابات اقل حاجة ممكن تقولها عليها انها كانت زبالة، عصابات منظر بس، وحتى المنظر كان عاكر يا اخي مش مقنع. عصابات بدل ما تكسر الدنيا وتصنع نجوم هي عملت العكس تماما، قدمت لك قذارة ابداعية ودمرت مسيرة كل اللي كانوا موجودين فيها. والنهارده هنتكلم عن القرف ده، هنتكلم عن اسبل العصابات جت في تاريخ المصارعة او تاريخ الدبليو دبليو اي. عصابات زبالة دمرت نفسها وفقعتنا احنا كمان. وقبل ما نخش على الفيديو طبعا لازم اشكر اخواتي على دعمهم الكبير جدا ده، بجد شكرا ليكم. وبس كده، ويلا بقى على اسبل واقذر 10 عصابات في تاريخ الدبليو دبليو اي. ملحوظة مهمة جدا قبل ما ابدأ، الانتقاد غالبا في الفيديو ده مش هيكون على المصارعين اللي جوه غالبا، لان ممكن يبقى مصارعين جامدين جدا بس في فريق قذر. وبرده القايمة دي كلها بترتيبها من وجهة نظري انا، اللي انت عادي ممكن تختلف معاه، فبكل بساطة بينزل اكتب لي تحت قائمتك انت بترتيبك انت. وحاجة تانية برضه عشان ما تجيش تقول طب انت نسيت فريق ده، طب انت نسيت فريق ده، انا مش بتكلم على الفرق، انا بتكلم على العصابات اللي دايما بيكون فيها اكتر من 2 أو 3. فهتمر تفهم كلامي كويس جدا. ويلا بقى عن المركز العاشر. عصابة ذا برايد. احنا متعودين ان العصابات الزباله في المصارعه بتبقى فاشله علشان فيها مصارعين تعبانين مثلا، لكن لا، العصابه دي بقى يعني مختلفه تماما. انت عندك هنا تجميع ما فيهاش غلطه واحده. العصابه اتكونت لك في نص 2023 تقريبا واول 2024 وحاجه، يعني بتقول لك ان العصابه دي جايه تسيطر على العصر الحديث دلوقتي. هتقول لي ليه؟ يعني هقول لك لان كان فيها بوبي لاشلي بس، يعني بطل عالم سابق، مش هتكلم. واحد مفيش حد قادر يقف قدامه بجد غير بروك ليزنر، ما تفهمش ليه يعني، بس هو بروك ليزنر. اشرب واسكت وارضى يا قلبي بمر الكاس. ومعاه بقى الستريت بروفيتس اللي هم اصلا من امتع واسرع الفرق اللي جت من اخر كام سنه. تخيل الاسماء دي كلها مع بعض، المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض يكتسحوا، المفروض يدمروا الكل. دلوقتي انا منتظر عظمه، بس انا وانت عارفين ان ده ما حصلش. اللي حصل كان العكس تماما. اول ما اتجمعوا لك الدبليو دبليو قتلت فيهم الروح تماما. انت مش عارف ايه اللي بيحصل، مش عارف اي حاجه، ولا هم بقوا هيلز اشرار بيكسروا الدنيا ويسرقوا الماتشات ويعملوا اداء كده والناس كلها تهتم، او هم فيسز حتى محترمين محدش مهتم برضه. صدق انت عيل بضان. ملهمش سيناريو واضح، ما تفهمش الدنيا ماشيه على ايه. بقوا مجرد ناس بتدخل لابسين بدل، يعني شكلهم جامد وبس، لكن تعالى العب ماتش، طب كسر الدنيا، طب لا والله ما يا ابني مش انت شرير وجامد، لا والله ما اخسر عادي. ما بيعملوش اي حاجه تقريبا، لدرجه ان انا كنت هتشل، اللي هو ده الفريق ده انا اصلا كنت فرحان جدا لما اتعمل. ايه ده؟ ده هموتك من البيض، هموتك من البيض. العصابه دي قعدت لك شهور طويله محبوسه في عداوه ميته مع كاريان كروس وفريقه. يا عم كفايه بقى، انتوا ما وراكمش غيرهم يعني؟ ما حدش وراه حاجه تانية يعملها في حياته؟ العداوه دي كانت عباره عن بروموهات ممله وماتشات تكراريه تزهقك في عيشتك، وده ادى ان العصابه تنتهي اساسا وتموت اكلينيكيا لما بوبي لاشلي اتصاب، وبعدها قعد وخلص ومشي من الشركه. عبث في عبث، اقسم بالله بجد واحده من اكتر الفرص المهدره. عصابه كانت ممكن تعمل بجد حاجه جامده قوي في العصر الحديث، لكن للاسف بجد اتدمرت. هو تريبل اتش، هو تريبل اتش اللعين اللي عمل فيهم كده. هو ابن It doesn't matter if you don't like that decision. يلعن ابوك عقروب. لحظه شيخ احمد. ما علينا يا عزيزي المشاهد، ما علينا. ويلا بقى على المركز التاسع. ذا تروث كوميشن. بص يا سيدي، في اواخر التسعينات الدبليو دبليو كانت عايزه بقى تبعد شويه عن الافكار الكرتونيه القديمه، فعم فينس ماكمان جات له فكره كده انه يقلب عصر الاتيتيود بفريق اسمه ذا تروث كوميشن.
حسبونا الله ونعم الوكيل، حسبونا الله ونعم الوكيل في ايه؟ الفكره كانت ايه يا معلم؟ مجموعه من المصريين جايين بجيمك شبه عسكري ولابسين لبس جيش مموه بقى وبيحيوا التحيه العسكريه ومعاهم قائد بيدخل يزعق بدون سبب ما اعرفش هو بيقول ايه اساسا. المهم يعني ان هي عصابه من الاخر بتقول لك ان احنا جيش. ما اعرفش بقى، هتقول لي ايه علاقه الجيش بالمصارعه؟ اقول لك ما اعرفش، انا جيش. طب روح الجيش الحقيقي. لا والله انا سبت الجيش، سبت الحاجات المهمه اللي عاملها وجيت العب مصارعه. والله ما اعمل ايه؟ طيب ما انا زهقت اعمل ايه؟ دي فكره منطقيه يا ولاد دي فكره منطقيه، دي فكره منطقيه اساسا. ولا الراجل اللي كان بيتكلم باسمهم ده بجد راجل مستفز يا اخي، وشه شبه العجينه. يا عم ابعد عننا يا عم. That criminals rule your legal system. ايه هذه كلام كفار ده؟ ايه كلامكم؟ استغفر ربنا يا اخي. العصابه نفسها كانت بتضم لك مصريين اساميهم لوحدها تجيب لك كتاب، يعني كفايه كرجن ده ولا كرجن ده كفايه يعني. يا عم ارحمني يا عم، ده كان عملاق طول فوق المترين يا اخي، بس طويل وهبل، طويل وهبل. أني الفلوس اللي ملهاش آخر، أني العلاقات اللي ملهاش حدود، أني الإجرام. بص لي كده. وغيره بقى، الفريق مليان عاهات يعني ما تعدش، يعني خش ونقي وخد اللي انت عايزه. فكره ميته في عصر غلط بجد. الجماهير في سنه 97 كانت عاوزه تشوف ستون كولد ستيف اوستن، عايزه تشوف الديجنريشن اكس، عايزه تشوف اي حد بيتدرب وبيتعجن. تقوم جايب لي فريق اهبل، يعني دي ناس سايبه الجيش وجايه تعمل لنا هنا جيش؟ يا عم احنا ناقصين. يلا يا بلاش مناهده بلا خاله بلا ماله. هتقول لي يا عم عادي، يعني ما جاتش على الشخصيات، اكيد هم جامدين في الحلبة، جامدين على المايك، اي حاجة. هقول لك ما هي دي الكارثة، ان هم اصلا مش عارفين يعملوا اي حاجة. يعني لو ماتشات بيلعبوا وماتشاتهم عقيمة تجيب لك عقم ما تخلفش تاني. من الاخر يعني اداء ممل بهتان تعبان قذارة نتانة ما تفهمش. حبك حبيبي ده جاني في وقته، قلبي اللي كان جوايا العرب ده وادهم على المايك هم خرص، اصلا هم جايين خرص، ما حدش بيتكلم. معلش انا اتكلم ليه؟ خلي الراجل الاهبل ده اللي يتكلم. هو الراجل اصلا نفسه عايز حد يجي يتكلم بالنيابه عنه يعني؟ يا عم ارحمونا. كانوا عباره عن كتل لحمه ماشيه على الارض يا اخي، مفيش كاريزما، مفيش رياكشنات، عباره بس عن روبوتات. العصابه دي اصلا كانت معموله تقريبا علشان تخدم لك على كورجان ده، اللي هو اصلا ما كانش فيه اي رمق بعد كده. As of now. Just the fact that they're not there doesn't mean anything, but I've heard an ugly rumor that العصابه دي من كتر ما فشلت ومحدش يتقبلها الدبليو اصلا لغوا الفكره العسكريه دي تماما بعدها بكام شهر، وخدوا كورجان ده ولا كيرجان ده وحطوهم في عصابه تانية اسمها اساسا غريب، وهي عصابه غريبه جدا تعبانه برضه. العصابه دي كانت عامله زي اللي رايح فرح ببدله غطس، والراجل نفسه اللي بيتكلم بالنيابه عنهم كان محتاج حد يتكلم بالنيابه عنه، اقسم بالله. يعني انا مش مصدق ان ده المفروض بيتكلم بالنيابه عنهم. يعني يا عم طب اظبط رياكشناتك، طب يعني حاجه عدله طب اعملها طب في حياتك. هنقول ايه؟ الحمد لله ان احنا لسه عايشين وما حضرناش الفتره دي لايف، ويلا بقى على المركز الثامن. اللوتشا هاوس بارتي. العصابه دي كانت متكونه من 3 من اكتر المصارعين الموهوبين الطايرين في الجو وقتها. يعني كان عندك كاليستو ولينس دورادو وغرام ميتاليكو، والدنيا كانت كويسه، يعني عندك ناس فعلا بتعرف تلعب. 3 لو سبتهم في الحلبه هيطلعوا لك تحفه فنيه. بس ماكمان قال لك لا، في ايه يا ابني؟ انت فاكرني عبيط يا ابني ولا ايه؟ ما ينفعش يا حبيبي الكلام ده. تعالى تعالى انا هظبطك، تعالى. اما يديهم ايه بقى؟ العصابه دي هو اداها لهم فعلا، هو عطاهم فعلا. العصابه دي ما كانش عندها سيناريو اساسا عشان تبقى عارف، بس العصابه دي كان عندهم سبوبه بييجوا يقضوها ويتكلوا على الله. كانوا بيدخلوا لك الحلبه ماسكين زمارات بلاستيك بتاع عيد الميلاد دي، ولابسين الوان فقعه تعمل عين يا اخي، ومعاهم دبدوب بقى وحمار بلاستيك. يعني مش عارف ايه ده، احنا شغالين في الدبدوب ليه يا عم؟ ولا شغالين في قناه كوكي ولا ايه ده يا عم؟ كوكي عليها سبونج بوب سبونج بوب كوكي عليها سبونج. ده انت فاكر ده احنا كنا بنتريق على النيو داي؟ ده انت ايه ده يا عم؟ ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ حاجه سيئه، يعني حاجه يعني تخلي حتى الطفل يتكسف. لا انا مش صغير على الكلام ده يا عم، ايه القرف اللي انا بشوفه ده؟ Lucha House Party. It was announced on Friday night that Kalisto will be joining Friday Night SmackDown. I'm sorry, you were talking to me? ولا ومن كتر ما الشركه ما كانتش عارفه تعمل بيهم ايه، اخترعوا لهم قانون خاص ليهم في ماتشاتهم. يعني ما تقوليش ازاي، قانون اسمه اللوتشا هاوس. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك انت عايز تعرف ليه. يعني من الاخر يعني فريق الخصم يدخل بمصارعين 2 وهم يدخلوا ب3 ويبدلوا ويلعبوا مع بعض عادي. طبعا ده ما كانش بيخليهم يبانوا اقوياء، يعني عشان تبقى عارف، بس ده كان بيخليهم يبانوا اضعف من اي حد. عصابه عاجزه، عصابه مش عارفه تعمل حاجه، لدرجه ان هم بيتحايلوا على القانون وبيلعبوا بقوانين ما حدش فاهمها. Lucha House Party is very unpredictable. ولا
يا شيخ محمد. العصابه دي بجد وانا مكسوف اقول عليها عصابه لانها هي مش عصابه، يعني دي حضانه. المهم انها قضت على اي امل ان قسم الوزن الخفيف الكروز ويت يعني يتاخد بجديه. اصل هيتاخد بجديه ازاي؟ هيتاخد بجد ده انت لو عايز تدفنه مش هتعمل كده. وبدل ما تشوف منافسه شرسه بقى، وبدل ما تشوف حاجه جامده بقى، بينما نشوف 3 مقنعين جوبرز من الاخر، ناس جايه تاكل علقه من اي حد في العروض رو سماك داون. حتى العروض اللي هي ملاش معنى اللي هم راحوا فيها دي برضه كانوا بيتضربوا فيها. تفاهه وعبث للصبح. يعني ايه، انا مش متخيل ان في فريق ولا عصابه حتى بالمنظر ده، ولا مش هتخيل ليه، ده لسه في الاسوأ والاسبل جاي. فيعني دول بالنسبه للجايين دول ولا حاجه يعني. فالمهم انها حاجه سيئه جدا وحاجه قتلت قيمه اصلا ان يكون في حاجه اسمها عصابه في العروض اساسا. استفزاز. ويلا بقى على المركز السابع. Yo, you dealing with the X Factor. I got everything I ever wanted and I'll never give that back. اكس فاكتور. الدبليو في سنة 2001 كان في قمة مجده السنة كلها بتاعته تقريبا، بس قرر يعمل عصابة تجمع بين 3 ملهمش أي علاقة ببعض ككيمياء وككل حاجة كبني آدمين يا عم. اكس باك اللي كان لسه طالع من ال NWO وبعديها الدي اكس، يعني الراجل وزنه أصلا في عيون الجماهير قل قوي. ومعاه جاستن كريديبل اللي كان لسه جاي من ال ECW ومحدش فاهم ماله أصلا. ومعاهم العملاق ألبرت اللي هو طبعا تنساي أو ترين، أكيد أنت شفت الخلقة دي قبل كده. العصابة دي اتسمت باكس فاكتور، والمفروض بقى ان هم جروب شباب بقى كول بقى وجامدين ومتمردين وحاجه روشه، بس الحقيقه انها كانت عباره عن نقطه سودا في تاريخ كل واحد فيهم. قبل ما نتكلم على مصارعه، الموسيقى نفسها كانت مشكله. العصابه دي كانت بتدخل على اغنيه مستفزه اللي هو بتقول لك انا عارف ان انت بتكرهني، اللي هو بتكره اكس فاكتور يعني. وده كان حقيقي، هي فعلا الجماهير كلها كانت بتكرهها والاغنيه كانت مستفزه وبتجيب صداع من اول ما تشغلها. ده غير بقى المصيبه الاكبر، وهي ان العصابه نفسها كانت بتعاني من متلازمه اسمها اكس باك هيت. وده كان مصطلح وقتها جديد، يعني بيقول لك ان احنا بنكره اكس باك. من الاخر الكره هنا مش الكره انك تكره المصارع الشرير علشان هو مثلا شرير او بيعمل حاجات وحشه، لا، لكن مع اكس باك الجماهير كانت بتكرهه كره زهق. احنا مش عاوزين نشوفك ولا نشوفهم تاني، احنا بنكرهكم من الاخر كره حقيقي ايا كان السيناريو. اتهريت انا من اللي بيداروا النوايا. ما كانش عندهم اي قبول ولا كاريزما كجروب نهائي، مفيش اي حاجه من دي. انا بقول لك اصلا مش لاقيين على بعض كبني ادمين، حتى كل واحد مختلف عن التاني في كل حاجه. وهتقول لي طب ما دي ميزه علشان المتعه، اقول لك ما فيش متعه. ما انت بتتكلم في ايه؟ ما فيش متعه. انا مش مهتم، انا واصل لمرحله ان انا مش مهتم. All 3 Dudley boys couldn't beat this big man. وده لان بالاضافه لموضوع اكس باك هيت هو ما كانش فيه اي ترابط يجمعهم. اكس باك مصارع خفيف كده وبيرقص وبيعمل حاجات مستفزه ومحدش عايزه، اما جاستن باك كان جاي بجيمك اصلا مصارع شوارع، يعني ملهاش علاقه خالص بموضوع اكس باك. والبرت مش محتاج اقول لك عملاق مشعر. هتقول لي ايه علاقه ده بالدنيا؟ اقول لك ما اعرفش ايه علاقه العملاق المشعر بده، انا مش عارف. العصابه نفسها ما كملتش كام شهر وما حققتش تقريبا اي انجاز يذكر. فريق تعبان ممل، محدش طايق امه، حرفيا محدش طايق امه، انا مش بهزر. فكرتك حبيب ايامي، فكرتك ملاك احلامي. محدش مهتم بيه ولا بأي حد فيه، تجميع ميتة كاريزماتيا مفيش. فعصابة تعبانة. ويلا بقى على المركز السادس. زاكور. بص يا برنس، في سنة 2010 الدبليو عملت لك قنبلة اسمها عصابة النكسس، اللي دخلوا دمروا جون سينا والشركة، ومن الآخر كده العصابة دي كسرت الدنيا. بس بعد فترة العصابة نفسها اتمردت على القائد بتاعهم واتبرت، واتطرد من الآخر كده من العصابة وجا مكانه سي ام بانك. واتبرت ساب الرو وراح لك سماك داون وقال لك أنا هعمل عصابة جديدة هناك وهسيطر بيها على العرض، وخد لك معاه كام واحد من هناك، جاستن جابريال يعني وهيث سليتر، وجاب لك معاهم بعد كده ايزيكال جاكسون، وقال لك يلا وتسمى لك الفريق زاكور. هتقولي بس هما ليه من اسبل العصابات؟ يعني هقول لك لانها كانت عباره عن نسخه كربونيه بهتانه ممله من العصابه اللي قبلها، عصابه النكسس، وده كان كافي يخلي الجمهور يهتم بالنكسس اكتر ما يهتم بيهم، لان هما كانوا يعتبروا نكسس الغلابه او النسخه الكوميديه منها. الحلزونة يما الحلزونة نفس طريقة الضرب ونفس الأسلوب، بس من غير الهيبة اللي كانت موجودة قبل كده بكثرة العدد.
ومن غير السيناريو اللي كان قوي فعلا في بدايه الفريق. مفيش اي حاجه من دي دلوقتي. تحس ماكمان قال لهم بص الطبخه الاولانيه نجحت فيلا حط عليها شويه ميه خففها كده ونزلها تاني ومحدش هياخد باله. واكبر دليل على ان العصابه دي كانت هو ماتشهم في ريسلمانيا 27. الاربع مصارعين دخلوا في ماتش واحد ضد بيج شو كينو سانتينو موريلا وكوفي كينغستون. الماتش ده خلص في دقيقة و24 ثانية، تقريبا دقيقة ونص. دقيقة. العصابة كلها كانت علقة بنت حرام واتثبتوا في ثواني، ومن بعدها هيبتهم ضاعت تماما في الأرض. احنا بنتكلم على فريق معرفش يعمل أي حاجة. The end has come. It has awakened against you. عصابة تعبانة وقذرة، يعني ما عرفتش تعمل اي حاجة، حتى اسمهم نفسه كان قذر. يعني ايه ذكور؟ اعمل لهم ايه يعني؟ ومن كتر ما هم ما كانش عندهم قصة، اول ما ايزاكل جاكسون بدأ يكسب ماتشات العصابة كلها اتقلبت عليه وضربوه. طب ليه؟ والله فاضيين والله، هنعمل ايه؟ طب مش لاقيين حد يضربه، نضرب في بعضينا بقى. قولوا للي اكل الحرام يخاف بكره اللي كانوا يفسدوا. وشوية شوية الفريق كله اتفكك، وانت عارف اللي حصل وكل ده اتردم عليه. هتقول لي ايه اللي وصلنا لكده؟ هقول لك يا معلم، القرارات الغلط والفريق نفسه ما كانش المفروض يحصل. العصابة نفسها غلط فغلط. انك تعمل لي عصابة نسخة مصغرة من النكسس اللي هي نفسها اساسا ما نجحتش قوي، نجحت في البداية وبعدها اتردم عليها، بس تعملها بنسخة مصغرة منها واقل منها في كل حاجة، تبقى انت عبيط. تبقى انت ما اتعلمتش اي حاجه من غلطاتك. علشان اصلا العصابه دي تنجح انت لازم تعملها اقوى من النكسس بكتير، لكن العكس هو اللي حصل. احنا شفنا نسخه بهتانه وتعبانه منها ومحدش حس بيهم اساسا ولا افتكر ليهم لقطه واحده عدله بعد كده. Because the core is over. It's done. قولوا للي اكل فعصابه تعبانه وما عملتش اي حاجه تذكر. ويلا بقى على المركز الخامس. Para toda mi gente mexicana y todos mis latinos, es hora de cambio. ذا مكسيكولز. في سنة 2005 الشركة تعاقدت مع ناس جامدة جدا من المكسيك، اللي هو اسلوب اللوتشا ليبري يعني، والحاجات اللي احنا بنحبها دي عامة في المصارعة. كان عندك سيكوسيس مثلا وسوبر كريزي، واتمنى اكون قريت اساميهم صح اساسا. وعندك النجم الاكبر بتاعهم هيفنتوت جريرا، اللي اتمنى برضه اكون قريت اسمه صح، اساميهم صعبة. المهم مش دي المشكلة دلوقتي. الثلاثة دول كانوا مكسرين الدنيا في المكسيك وبيلعبوا لك ماتشات تخطف العين فعلا. المفروض ان الاتحاد بيعمل بيهم ايه؟ عظمة اكيد صح؟ لكن لا طبعا، ده مش في قاموس الدبليو. الاتحاد قرر يطلعهم بجيميك عنصري وصادم جدا، لان نزلهم العروض على انهم مكسيكيين بقى زعلانين ومتضايقين من الصوره النمطيه اللي الامريكان واخدينهم عنهم. بس المفارقه بقى الكوميديه انهم علشان يثبتوا ده بقوا بيدخلوا نفسهم العرض هم نفسهم في الصوره النمطيه. يعني العصابه دي ما كانتش بتدخل الحلبه عادي، يعني مش بيدخلوا ماشي كده ولا حتى بيجروا، كانوا بيدخلوا لك يا معلم راكبين عربيات وجرارات قص النجيل والحاجات اللي هي بتاعت الفلاحين بتاعت المكسيكيين، ومسمينها المكسيكان لوموزين. يعني تخيل اساطير في اللوتشا ليبري داخلين العرض لابسين اللبس ده وعاملين اللي هم فيه ده، وهم نفسهم يجوا يقولوا لك انتوا بتضحكوا علينا، ده الجمهور الامريكي بيتضايق مننا، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ طب ما انت اهو ما مش انت اللي عامل كده؟ ده بقى اللي كان عايز فينس ماكمان يوصله. يعني حاجه في قمه الاحراج يا اخي. Because we are not Mexican. Come on. We are Mexican. كانوا بيطلعوا في البروموهات يتكلموا بلكنه مكسيكيه تقيله ويقولوا ان هم مش عمال نظافه ولا شغالين عند حد، بس التنفيذ الفاشل بقى للجيميك واللبس والعربيات كان بيوصل للمشاهد الرساله عكسيه تماما، اللي هو انت بتقول لي الكلمه وعكسها من الاخر. يعني انت بتقول لي كلام ولا بشوف كلام تاني. The real psycho. I am psychotic. انت مريض ولا؟ وده اللي خلاه بيبانوا كفقره كوميديه رخيصه، مش عصابه مصارعه محترمه المفروض بقى ان انا احبها ولا اخاف منها. ورغم انهم كسبوا شويه ماتشات في قسم الوزن الخفيف يعني، بس كجماهيريه وككل حاجه كانوا تحت الصفر. الجماهير نفسها ما كانتش قادره تاخدهم بجديه بسبب الكوميديا السوداء اللي كانت متفصله عليهم. يعني ماكمان ابن الذين اداهم شخصيه راكبه يعني اللي هو هتلبسهم طول حياتهم. الجيمك ده ما كانش ليه اي مستقبل، يعني بعد كام شهر يعني اساسا اللي هو القائد بتاعهم مشي من الشركه، اتسرح من الشركه خالص، وده قال لك علشان في مشاكل في الكواليس حصلت بينهم فمشى، واتبقى 2 وبعدها فضل واحد بس لغايه لما كل حاجه انتهت. العصابه كلها اتمسحت من الذاكره، وبصراحه الحمد لله يعني هي مش ناقصه عبط وتخلف. فالسبب الاكبر في تدمير العصابه دي كان فينس ماكمان، محدش يتكلم، هو ماكمان بس اللي قدر يدمرهم. ففي الاخر العصابه تعتبر من اسبل العصابات اللي انت ممكن تشوفها من الاخر يعني كمجمل يعني وككل حاجه. ويلا بقى على المركز الرابع.
اكيد الماكسيمم ميل موديلز. من كام سنه بس صعد لك مصارع كلنا دلوقتي بنحبه، كاريزما طاغيه جدا، ال نايت. دلوقتي هو ال نايت، بس وقتها ما كانش ال نايت تماما، لان هو كان المفروض يكسر الدنيا. اكيد الراجل جاي يعمل قلبان في الشركه، لكن لا ينفعش والله. انا كمان قال لك مش هينفع دلوقتي والله، مش هينفع معلش. ده مش هيلعب مصارعه، ده هيبقى عارض ازياء اسمه ماكس دبري ولا ماكس دوبري مش مهم. ولما لك حوالي 2 مصارعين عندهم موهبه بس هم دمروا نفسهم، ميس ومنصور، وغير اساميهم طبعا وحط فيها حته فرنساوي، اللي هو على اساس ان انا كده هصدق انهم فرنساويين يعني. طب عند امك بقى. Don't bother. يعني اصلك إيه، امك روسيه مثلا ولا جدك تركي؟ يعني عايز افهم انت منين انت. الجرود ده ما كانش بيدخل لك علشان يلعب لك ماتشات، هم كانوا بيدخلوا يعملوا لك يعني فاشن شو، ده اقل حاجه ممكن تتقال. كانوا بيلبسوا لبس ضيق وغريب ويتمشوا بطريقه مستفزه، طريقه يعني سمجه تنحى. 67. انطر قبل كاش. الجمهور نفسه كان قاعد حاطط ايده على راسه من كتر الاحراج. ده كرنج رسمي، اللي هو احنا مش هنتناقش حتى في الحته دي، احنا بنشوف دلوقتي تبول. الجيمك ده كان كفيل يقضي على مسيره ال نايت تماما، لولا بس تدخل تريبل اتش اللي استلم الاداره ولحق الراجل ورجعه لشخصيته القديمه. بس مش هتفرق كتير، ما هو نفسه دمره بعد كده. اما بقى منصور وميس، فالجيمك ده حرفيا حولهم لنكته ومسخره يا معلم قدام الكل، خاصه احنا كعرب. Models need something cool and refreshing to quench their thirst. Just like you. انت اخرك معايا ده، اخرك معايا ده. سالم عشان خاطر سالم. محدش بقى يقدر يشوفهم كمصارعين بجد، خاصة منصور اللي احنا كنا حاطين عليه آمال كبيرة جدا كعرب. اللي هو انت خذلتنا يا عم، ايه ده؟ ايه التشكيلة القذرة دي يعني؟ كل اللي كانوا بيعملوه ان هم بيتخانقوا في الكواليس وبس، ويا ريتها خناقات حلوة يعني، ده على لوشن الترتيب او على مش عارف على ايه يا عم، تخلف. وحتى لما كانوا بيلعبوا ماتشات كانوا بيخسروا في ثواني معدودة قدام اي حد، وبقوا جوبرز او حتى اقل من الجوبرز. ما كانش ليهم اي مستقبل بعد ما ماكس دوبري او اللي هو ال نايت يعني سابهم. خلاص اهم واحد فيكم سابكم، خلاص ايه بقى اذا كنتوا انتوا اصلا مالكمش لازمه. This guy, he looks like a ghoul. Who did his makeup? A mortician? مش بعمل ايه؟ عشان خاطري فخس عليك يا ريكسا. وبعدها اتفككوا طبعا، والدب دبليو سرحت منصور وميس خالص من الشركه. هما يمكن ما كانوش في عصابه داخله بجيش تسيطر مثلا على احزمه ولا بتاع، فهم ما كانوش عصابه بالشكل التقليدي. الاشياء دي كانت بتخليك وانت قاعد بتتفرج مع اهلك او اي حد توطي الصوت، وممكن تقفل التلفزيون اصلا من كتر الكسوف، خاصه بقى لما تقول ان منصور ده المفروض ان هو سعودي او مسلم او عربي عامه. بجد منصور خذلنا كلنا وخذل كل واحد كان واثق او بيفكر حتى انه ممكن يعمل حاجه كويسه. هتقول لي ما غصب عنه، ما هم اللي عطوله الشخصيه. هقول لك انت بتقول ايه؟ ما هو عنده لسان يرفض عادي، رفض وهم كمان رفضوا يمشي من الشركه عادي، ما هم طردوه في الاخر. لكن ما تهنش نفسك وما تهنش دينك وما تهنش كل الناس اللي كانت بتشجعك بالشكل ده. نفسي حد يقول يا كوتي اتضايق يلعب في خدودي عشان طيب حظ. اخلص. فحاجه سيئه جدا بصراحه، ما اتمناش لألد عادي ان هو يشوفها في يوم من الايام. ويلا بقى على المركز الثالث. ذا ليج اوف نيشن. دلوقتي الدبليو دبليو قررت لك تعمل لك عصابه تجمع بين المصارعين الاجانب اللي مفيش ليهم سيناريو واضح، وسموها عصبه الامم بقى او ذا ليج اوف نيشن زي ما تقول. العصابه دي كانت بتضم شيماس من ايرلندا، وكانت بتضم لك روسيف من بلغاريا، وكمان البرتو من المكسيك، وعندك كينج باريت اللي هو طبعا ويد باريت من انجلترا. تخيل بقى التجميعه الجامده جدا دي، اللي هم 4 من اشرس واقوى النجوم التوال اصلا في الحلبه في الدبليو دبليو وقتها، ممكن يعملوا ايه؟ اللي هو تقريبا كلهم كانوا ابطال عالم وابطال قارات سابقين، يعني اكيد ليهم هيبه مرعبه، يعني دول مش ناس عاديه. المفروض بقى يدخلوا يدمروا العروض وياخدوا القاب وكده يعني، صح؟ لا، اتعاملوا لسبب واحد بس مقرف، يكونوا كيس رمل يتدرب عليه رومان رينز مش اكتر، علشان ماكمان عاوز يحط عوائق قدام رومان رينز علشان الجماهير تتعاطف معاه وتشجعه. العصابه كلها كانت بتدخل تتدرب من رومان رينز ومن ضد اي حد اساسا فينس ماكمان عايز يصعده او عايزه يخليه يبان جامد. يعني مثلا تخيل العصابه دي كلها داخله تضرب رومان رينز، فرومان رينز يدمرهم عادي جدا. ضوء مع وسط المدينه رسم نداء لمنادينا حينا يبدو ويختفي حينا. يا اخي دقيقه يا اخي اسمع. فيعني ده ايه؟
يعني قول لي ده ايه؟ ده دفن تام لهيبه 4 نجوم كبار في ثواني. المصارعين نفسهم كانوا كارهين السيناريو ده وكانوا كارهين العصابه دي تماما. شيماس وروسف وكلهم بعد كده طلعوا وقالوا لك في اللقاءات ان احنا من اول يوم كنا عارفين اننا هنبقى عصابه ميته. يعني على بلاطه محدش من الاداره كان مهتم بيهم ولا مهتم بارائهم ولا اي حاجه، المهم ان انا اعمل اللي انا عايزه وخلاص. ما كانش في اي كيمياء بينهم بسبب الاحباط ده اصلا، اللي هو احنا نفسنا مش متحمسين ان احنا نعمل حاجه كويسه مع بعضينا، لان احنا عارفين اللي فيها. ودي بقى المشكله، احنا عارفين ايه اللي هيحصل، لان هم لعبوا لك ماتش ضد النيو داي وقدروا يكسبوا بالعافيه. بس بعد الماتش دخلوا عليهم 3 من اساطير الشركه العواجيز اللي اعتزلوا، ستيف اوستن بقى، ميك فولي، وشون مايكلز بقى، ويلا بينا كلهم دخلوا دمروا عصابه الليج اوف نيشن. دب 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 احلى من محل لب، دب 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 دب. يعني حتى لما تكسبوا في المهرجان الاكبر ريسل مينيا تطلعوا تضحكوا قدام المعتزلين، وده ادالك بقى ان العصابه نفسها اتفككت بعد كده وكأن شيئا لم يكن، وسابوا وراهم واحده من اسوأ فترات حرق النجوم في العصر الحديث، لان كل واحد فيهم بجد يقدر يعمل حاجه جامده جدا 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 ويبقى بطل عالم لمده كمان، ما عدا البرتو عشان سامت بصراحه. فالمنطق هنا توفى، يعني المنطق هنا يعني خلاص خدنا عزاء كمان، وعلشان كده هم في المركز الثالث. علشان بس ما تجيش تقول لي طب انت ازاي سايب ناس ازبل منهم فوقهم زي تروس كوميشن مثلا او ذا هاوس بارتي مش عارف ايه، ازاي عامل كده؟ هقول لك لان ببساطه هي مش بتتقاس بمين ازبل من ناحيه كل حاجه، هي بتتقاس بمين كان ممكن يعمل حاجه كويسه او حاجه قويه اصلا. لان لما انت تجيب لي فريق اساسا احنا عارفين من اوله ان هو تعبان، فهو هيفضل تعبان، خلاص ما حدش متوقع منه حاجه جامده. لكن لما تجيب فريق زي ده ويطلع تعبان وقذر، فدي كارثه بقى دلوقتي، دي كارثه وفضيحه. فاتمنى تفهم كلامي، ويلا بقى على المركز التاني. ريتريبيوشن. في نص الازمه سنه 2020 الدبليو بدات تطلع فقرات غريبه، الناس مقنعين بتلبس اسود وبيطلعوا يكسروا الكشافات ويقطعوا الكهرباء ويعملوا اي نوش كده في الخفاء، محدش عارف مين دول. وقعدوا اسابيع يحسسونا ان في ثوره، في حاجه دلوقتي هتحصل الناس كلها هتتصدم منها، والناس اخيرا بدات تتحمس وقالت بس احنا قدام نسخه جديده ومرعبه من الشيلد او من النكسس بقى، دي اكيد عصابه فجره. لكن اول بقى ما قرروا يكشفوا عن وشوشهم ويقدموا الاعضاء، الصدمه بجد كانت كبيره. قائد العصابه كان المصارع الموهوب جدا مصطفى علي، واللي كان اكتر واحد اتضرر من الكارثه دي، ومعاه شويه شباب تانية وبنات صاعدين من NXT، بس قرروا بقى يلبسوهم ماسكات مضحكه جدا. بس غير الماسكات غيروا اساميهم لاسامي تافهه جدا، يعني تي بار، سلاب جاك، وحياه قرف. ايه القرف ده يا عم؟ ايه الاسامي القذره دي؟ سلاب جاك، تي بار، ميس. لا يا راجل، لا يا راجل، لا ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ انت جايبني تهزقني؟ والدنيا والنت كله تعالى بتريقه وضحك وميمز وبهدله على العبث ده. وقمه الضحك بقى ان هم اصلا كانوا جايين بجيمك المخربين اللي جايين يهدوا النظام الراسمالي للشركه، من الاخر كده جايين متمردين ما يسمعوش كلام حد. بس فجأة تم اعلان ان هم اصلا الدبليو مضت معاهم عقود رسمية. يعني تخيل بقى انت الكارثة، يعني عادي هم دلوقتي بقوا موظفين في عرض الرو، يعني عادي انت جاي تهد كل اللي انت بتبنيه يا معلم. يعني ده منظر واحد جاي يهد الشركة؟ بالله عليك، يعني انت بدل ما جاي تهد الشركة رحت قعدت ومضيت عقد معاهم؟ قمة الفصلان والغباء في الكتابة. المفروض ان دول جايين يسيطروا، لكن من اول اسبوع دخلوا فيه في عداوات اتهانوا، خاصة بقى مع الهيرت بيزنس بكلاود بوبو لاشلي اللي دمروهم كذا مرة، ما كسبوش ماتش واحد عليه القيمة تقريبا وتقدر تقول عليه ان هو حاجة جامدة بالنسبة لهم. العصابة من كتر ما هي فشلت ومحدش مهتم بيها اصلا، الدبليو حطيتهم كده في ماتشات الكيك اوف، لا ماتشات التمهيدية قبل المواجهات الكبيرة، وانتهت العصابة بشكل مهين ومضحك جدا في سنة 2021 لما الاعضاء العصابة نفسهم زيهم من مصطفى علي واتقلبوا عليه وضربوه وسابوه ومشوا. ايه ده بقى؟ يعني انا عايز افهم ايه ده، انا عايز تفسير لايه ده. Because we are the judge, the jury, and the executioners. انت مش محترم عشان الحاجات دي. رافض ابوك وامك نادي ما ربكش. الظروف ايه؟ يعني انت عندك الناس ممكن تعمل بيها فريق جامد، وبالفعل انت مهدت لده كويس، تقوم مسميهم الاسامي القذره دي ومتخليهمش يعملوا اي حاجه، ولا عداوه قويه ولا بروموات قويه ولا حتى ماتشات يكسبوها عدله ولا اي حاجه من دي. فانت منتظر ايه؟ ده حتى القصه اللي انت اديتها لهم هم اصلا انتهت بالنسبه لهم، هم هدوها. فريق دمر نفسه وهدم نفسه في اول اسبوع واول شهر، لو انت نهيت اصلا الكونسبت اللي انت جاي تقوله لي. فكان فضيحه بجد، اللي هو انتوا
ناقصين؟ مش كفايه الازمه اللي احنا فيها كمان جاي تكحلها وتعميها القرف ده؟ فريق قذر وزباله، يعني ما فيهاش، فريق قذر وزباله وشكل بس. ويلا بقى على المركز الاول، ذا دانجن اوف دوم. بص يا معلم، في نص التسعينات الدبليو دبليو جابت لك النجم الاكبر والاهم في تاريخ المصارعه وقتها، هالك هوجن. وطبعا هوجن كان جاي وكان معاه السيناريو المعروف، الخير والحق والسلام، بطل الجماهير والاطفال وكل الناس بتحبه. فاداره الدبليو دبليو العبقريه بقى قالت لك احنا لازم نعمل له عصابه اشرار مرعبه تدخل في عداوه معاه علشان يطلع هالك هوجن هو البطل طبعا اللي هينقذ الكون. نفس موضوع ذا ليج اوف نيشن، تحسها هي تقريبا، بس هنا بقى الموضوع اسوأ بكتير، لان بدل ما يعملوا عصابات مصارعين بجد هم فقعوا الجماهير. جابوا لك قائد سموه علي المدبر ومدير اعمال واعضاء محدش عارف عنهم اي حاجه اساسا، ولبس غريب وكلامهم اغرب وكل حاجه فيها مش منطقيه. البروموهات بتاعتهم كانت بتتصور في اوضه ضلمه مليانه دخان وبودره اطفال وفيها شجر بلاستيك وصخور فوم وباين انها فوم وحاجه غريبه. ولا انت بتضحكوا عليا انا؟ ينعل. لا القائد طبعا عمال يضحك ضحكه شريره كرتونيه، يعني اللي هو يا عم في ايه يا عم؟ البروموهات نفسها كانت بتجيب كميه كرنج تخلي المشاهد عايز يدفن نفسه من الكسوف، اللي هو يا عم انتوا مش مكسوفين من نفسكم بالله عليكم. ده غير بقى اسطوره اليتي دي لوحدها كفيله تديهم المركز الاول لسنين قدام. ما جابوا لك مصارع طويل ولفوه بشاشه ابيض كانه موميا فرعونيه عادي. والسؤال اللي في راسي ازاي يا مصر بتعمل ايه ازاي؟ ايه ده؟ يلا يا ابن الكلب، ما ينفعش، يلا يا ابن الكلب. حاجه يا اخي اقسم بالله لو كلمت نمله، كلمت صرصار، كلمت برص مش هيصدقها. ايه اللي الواحد بيشوفه ده فجره. Let us cross the burning sands of the sun. بتاعتك بتكلمني؟ ولحد النهارده الجماهير بتتريق على لقطه زياتي دي، بتعتبرها واحده من افسد اللقطات في تاريخ المصارعه. العصابه كلها كانت معموله علشان تخسر من هالك هوجن وراندي سافيج او اي نجم كبير هناك. ما كانش عندهم اي هيبه وما كسبوش اي عداوه رئيسيه كبيره. تدمير لمنطق المصارعه تماما. العصابه دي قتلت اي منطق واقعي في العروض، لان الناس وقتها كانت عايزه تشوف مصارعه وضرب، يعني اللي هو احنا زهقانين اصلا من عروض الدبليو دبليو اف علشان الكرتونيه اللي فيها. طب وانت عامل لي كده يا فجرك يا اخي. انا لو اقدر اديك حديك من عيني. انتوا مثلتوا الشر بطريقه بدائيه جدا لدرجه الناس سرعت بان الجماهير تزهق من هالك هوجن نفسه، اللي هو انتوا كرهتونا في امه في اللي جايبينه في الشركه كلها يخرب بيت ابوكوا. لحد ما الدبليو سي دبليو فات وعملت الان دبليو بعد كده علشان تنظف العك ده. هتقولي طب انت ليه ما اتكلمتش عن اصابات تانية في اتحادات تانية زي ما اتكلمت دلوقتي على الدبليو سي دبليو؟ هقول لك لان الدبليو سي دبليو هي جزء اصلا من الدبليو دبليو اي، الاتنين بقى واحد يا معلم، فقشطه يعني. العصابه دي بجد كانت كارثه. انا عايز اقول لك وانا بكتب الفيديو مش مصدق اللي انا بقراه، مش مصدق اللي انا بقوله اصلا ده، انا مش مصدق اللي انا شفته. Evil always lurks. يا ابو محمود انا حرامي. عبث في المنطق والبروموهات وقذاره في الاداء وقذاره في كل حاجه، وحتى فكرتها نفسها كانت زباله، فتستاهل بالنسبه لي المركز الاول وبلا نقاش. وبس كده، دول اسبل 10 عصابات في الدبليو دبليو اي من وجهه نظري انا. عصابات بجد كانت كارثيه وقدمت لك عبث ابداعي وقذاره محدش تخيلها، اللي هو دايما العصابات بتكون حاجه مهمه ودايما الكل بيهتم بيها، الا العصابات دي. عصابات دمرت اصلا فكره ان انت تتحمس علشان عصابه، دمرتها لك الفكره دي. وعارف اكيد ان في عصابات تانية كتيره جدا زباله ما ذكرتهاش، بس ده الواقع وده المنطقي. مش طبيعي ان انا هعمل لك فيديو عن 20 ولا 30 ولا 50 عصابه، مش منطقي. فدي قيمتي انا، بنزل لي انت تحت بقى اكتب لي قيمتك انت بترتيبك انت. وبس كده، لو وصلت بقى لغايه هنا اكيد طبعا اشترك في القناه واعمل لك اكيد. وبس يا عزيزي المشاهد، سلام.